هلا احنا كم لون نحط في رمضان بالطعام؟ كم لون؟ أقلها 5 6 أشكال، ما بين العدس والطبخة الرئيسية والزلطة والما بعرف إيش والكذا والكذا والكذا، وبعدها تجي الحلويات والما بعرف إيش، ويجي المصلي أو يجي يتمشى على التراويح. يا شيخ والله ذبحتونا، ويمكن ما نقرأ 2 أو 3 آيات. إي والله اليوم الشيخ قرأ سورة البقرة. يا أخي أنت ماكل بقرة ببطنك وجاي على الجامع، إحنا شو علاقتنا؟ ما في تخفيف للطعام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشبعون. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا من مات ولم يشبع خبز الشعير، يا من مات وقد أثر في جنبه الحصير. كيل الطعام عندنا في الموائد شيء عجيب وغريب، نسأل الله أنه يديم علينا النعم يعني، وما يعني يرفعها ويديمها ويحفظها من الزوال. إيه نعم. ويجي واحد عاد ضمن الأكل يعني يقول لك: والله الصحن إذا ما أكلت منه يدعي عليك، أو يعني يدعي على صاحبه. حديث صحيح هذا شيخ؟ حديث صحيح أبو أسامة؟ الصحن إذا ما أكلت منه قال يدعي عليك. هذا حديث أهل البطون، أهل الكروش. شو هالحديث هذا؟ أي نعم، شغل هذه. نعم، صلينا على رسول الله. ويجي على التراويح أو يجي على الصلاة ويجي على المسجد يعني يتخمط في النخامة وصوت عالي. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتجشى، يعني يتنخم أو يطالع صوت الله يكرمكم من نخامة، يتجشى. إيه نعم. فقال له: يا هذا كف عن التجشي، كف عن التجشي عنها، اطلع برا المسجد أو اطلع بمكان. ليس من الأدبيات